غلطان، مش هتلاقي احلى ولا اطعم ولا ألذ من الفراخ بتاعت النهارده. عشان تطلع معاكي فراخ مشويه بالشكل ده زي ما قال الكتاب، يبقى لازم تتابعي معايا التتبيله الجباره اللي مش هتكسفك ابدا، ومتاكده انك هتعتمديها في كل مره تفكري تشوي فيها فراخ. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف طريقتنا ومقاديرنا مع بعض. اول حاجه معايا فرخه وزنها حوالي كيلو 600 جرام. بجيبها بغسلها كويس جدا بملح وليمون، بنقعها وبعدين بصفيها وببتدي ان انا اتبلها. اما بتقطعيها حسب التقطيع اللي انت عايزاها بقى، بس كل ما بتكون عدد القطع اكتر كل ما بتشرب التتبيله وبتكون احلى. فطبعا انا هنا مقطعه حوالي على 10 قطع بالشكل ده. وبعدين هجهز بقى معايا طماطمايه وبصلتين متوسطين، 3 فصوص من الثوم، قرنين فلفل حراقين. هضربهم في الكبه كويس جدا مع حوالي نص كوبايه من الميه. بشيل التفل وباخد الميه. هبتدي ان انا احط عليها حوالي ربع كوبايه من الخل، وهنزل عليهم كمان بربع كوبايه من عصير الليمون اللي هم حوالي 3 ليمونات متوسطين. ان انا احط عليهم معلقه كبيره من هريسه الفلفل، هنزل معلقه كبيره من المستردة او صلصه الخردة، معلقه كبيره من صلصه الطماطم البيوريه، احط معلقه من السكر الصغيره، وكمان هنزل عليهم معلقتين صغيرين من الملح، واحط معلقه او اقل من معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهنزل بمعلقه صغيره من البابريكا، وبعدين هحط يعني نص كده معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، واخر حاجه هحطها هي حوالي كده معلقه من الزعتر الجاف ده. وبكده انا اكون خلصت البهارات بتاعتي كله. شايفين لون التتبيله حلو ازاي؟ ان انا اسقط فيهم الفراخ. عايزه اقول لكم ان انا الفراخ دي قطع كبيره شقه كده فيها بالسكينه تحت الجلد. طبعا كل لما بتتنقع فتره اطول كل لما بتاكلي بقى حاجه كده رهيبه في الجمال. تعالوا مع بعض بقى نشوف طريقه الشوي. انا جبت شبكه رصيت عليها الفراخ بالشكل ده، وبعدين بدهنها. طبعا لو انت مش عندك الشبكه رصيهم عادي على صينيه، مفيش اي مشكله خالص، او لو شبكه الفرن عندك. التتبيله بتاعتي انا بحط عليه يعني قبل ما بدخلهم الفرن كل شويه بقى معايا الفرشه ملازماني، وطبق التتبيله بتاعي ملازمني. كل شويه بدهنهم هما في الفرن، كل شويه يعني كل ربع ساعه كده ولا كل 10 دقايق بدهنهم. هبتدي ان انا اعمل ايه؟ انا ما بشغلش الفرن بتاع البوتاجاز خالص، انا كل اللي بعتمد عليه هي الشوايه. يعني انا حطيت الصينيه دي والصاجه دي فين؟ انا حطيتها على صاجه الفرن من تحت، مش مشغله الفرن، انا مشغله الشوايه. تمام؟ او على اول رف بعد ارضيه الفرن، يا اما تحت. المهم يكون في مسافه ما بين شعله الشوايه والفراخ نفسها عشان تستوي كويس، وتوزيع الحراره يكون مظبوط، فيخلي الفراخ لونها احمر من جميع النواحي بلون موحد. بعد نص ساعة بقلبها على الناحية التانية، يعني انا بقلب الشبكة نفسها كده كلها تاخد لون بقى من الناحية التانية. بس هي بتفضل في الفرن من ساعة لساعة وربع على حسب حجم الفرخة نفسها وحسب